كبران تخطاتلت مدبنا كما يوعلكم كما يحاضركم مساخم راديو دمص حرنت أهجراو هدات كاب هاجر شودن إزي راديو دمص حرنت أهجراو هدات كاب هاجر شودن إيو كبران تخطاتلت مدبنا باري لومي علت شمونت تقمتي كلتشن 16 عام تمرت فرنجي ساعات حدا دحر قطري مدبنا نايلومي بخلت يوم علان قنقاتنا انه نجمر بمقصال كبران تخطاتلت مدبنا مباري كم تلمد مسلاي انه مدباتنا نملاي داكل قداماي كم تلمد سمناو زينا خلوناي قصيلو خا سلفي ديمقراسيز بإرترا امناي 1950 تلمت مذكر تقلالا اخيبا مرحت منغستات قداي إرترا اجند خون تريص اوعيتو زقربه خونيو مسؤوخات صبغ عدل كينو أبومبر سلفي ديمقراسيز بإرترا بسرح عب كتما يتورس لزركب حتصير قال حتى نقبر إنا بمقصال كوران تخطاتلت مدبنا خم تلمد زلكم رئيتو حبريتا ناي سلامتا خون زخونه يخون حزباوي هاجراوي مذكرتات وي سلامتا مستدلي حنقو فايلنا حمسنا مناخبصخا دقيمنا نحبر قصيلو دحر مدبنا مززامو خا كله تحستو ناي راديونا اب يوتيوب مالت اب دمص حرنت جيميل اتيهم ويكا نحنا فيسبوك اتيهم كتكاتاتلنا دقيمنا نحبر بتوسع قد تاخذ رغبنا من استوديو خانا استوديونا قطر سلكي كاوشت هاجر شودن 031 26 حسرت 9 خون كله كوصاي مزخون كا 0046 31 26 10 9 لكم كتراهونا حنقو فايلنا نقبله دحر قرب دقائق امناي ارس زينا خناتينا أرئست زينا على شمونت تقمتي كلتشحن 16 عام تمرت فرنجي شودن كتما يتوري ناي كتما يتور من محدار نتم حدست حتى تعقبا جزا جزياو مقمت إهبوهم زمنوري
قوامي مقمت نخبهم وسينو علت سلسته تقمتي كلتشعن 13 صلام معلتي نزخرا اب كل خرنعت عالم زركب إرتراوي ولا اوشت هاجرون بالتفالال مخنيات ذكروا وعلو اتزقرم قلنا زعل زيا كم تلمود زقناي ملاخ سرعتون بكسي نزي ملكتهم حبرات هاجرات أمريكا مبالو بقالو زولو خنسمعكم إنا كنتا سدتنياتات اب عالمنا بدرجة حبرات منغستات زيت تخايدلو وصيتون تايكم مخونه بحصيرو حبرات هاجرات أمريكا منستر وصاي غداي مس اماخاري ملاخ سرعت هقدف اب أمريكا غورو زحسبو اخيبا بمنغستي أمريكا تأكدو سلفي ديمقراطيز بإرترا خناتات ناي سبعو مسل مرماريت كوميتي زخيزلو سلازة سكفا هوصوص صاوعيت ويكا طرعان ناب حبرات منغستات أقريبا كناتات سدتنيان دقنا منغست فرنسان عباي بريطانيان نودب كالي زراخب بمندق حصرو جميروم ناي مودة زينانا من قد باور مدري إثيوبيان جو تنزراخب تود استمرقو زبلو خونيوم زينا بزرزر يوتبوري شودن كنوتات منبر غزا نحدث عقبا زحتو قوام مقمتي زوسدلو سدتنياتات عبن كبيدن كوينو خمزلو اب هاجر تقس ناي هاجر شودن يزربلو علو من محدار كتما يوتبور جن اتوم بغبو اب كتما يوتبور قبلات زخونو سدتنياتات غزياوي منبري توهيبوم نبره 6000 سدتنياتات قوام غزاو تختوبهم كم خانا وسينا زي بعلى شوعات تقمتي كلتشعن 16 اب مراخ بزحنا يتهاجر تعبيرو مزي اقداسي كنحبرون دلي شجر اتوم ادراشا اب كتما يتبر رخيبنا الكم بعلهم بيدونكم كان بدبر سدرتين عملت كامبوز مصاخم اذا قداي زي ناخب دخم خايد اتترير وساني نايت كتما خا كم زي محرككم نحبر بتوساخي كلهم ارتراويان وخن كالوت ابتي زتمدب كل عباز حاتم كونو كامبو كساب اتيز ملكوتو خفلي بعلز قبلكم مس تتصبيو كل قدايكم كسالت كم دخل بزا قاطام زي نحبر بزا حلفه سلسته تقمتي كلتشن 16 زخري هلقت ماكلاي بحري نهون سالساي عمتو زخري اب كل خرنعت عالم زركب حزبنا كساب اوشت هاجرنا ونتقونه بشمع مبرهن زته قطمتات بصحفن مجلساتن تذكروا علا تزحزن جن اتغناي ጨካን ዲክታተሪያው ስርዓት አስመራ ሕጅውን እንተኾነ ሕፍር ከይበለ بحق بزحفر አገባብ ከም ዝገለጾ እስኪ አብትናቱ በቃሉ ንስማዕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕሪ ላምፔዱሳ ኢጣልያ ዘጋጠመ ህልቂት ኤርትራውያንን ካልኦትን ብደቂቕ ክከታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 9 ጥቅምቲ መግለጺ ውጽኡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ ንቤተሰብ ግዳያት ጽንዓት ተደበሱን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽንዓትካ ይደራዕ ድሕሪ ምባል እቲ ህልቂት ናይ መጀመርያን ሃንደበትን ዘይኮነ ሓደ ካብ ሰንሰለት ምዕራፋት ህልቂት ኤርትራውያን በእዳው ገበነኛታት ኣፍለስቲ ምዃኑ ኣገንዚቡ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ አሰቃቂ ገበን ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ሸርሕታት ኣብ ከውሒ ምስተራጸመ ንዘይጸዓድ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በታቲንካ ንምምሳን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ መግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ብተወሳኺ ቀዳማይ ተሓታቲ ናይቲ ህልቂት እቲ ዝተፈላለዩ ወኪላት ኣኽቲቱ ስርሒታት ፍልሰት ሰብ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ዋሽንግተን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ መግለጽ መንግስቲ ኤርትራ መወዳእታ እዚ ናይ ላምፔዱሳ ፍጻመ ይኹን ቅድሚኡ ዝተፈጸሙ ገበናት ካብ ስር መሰረቱ ብናጻ ኣካላትን ብግሉጽነትን ተመርሚሩ ሓቂ ክገሃድን ፍትሒ ክረጋገጽን ብምጽዋዕ ምእንቲ ርትዕን መሰል ዜጋታቱን ኣብ ቅድሚ ፍትሓዊ ዳንነት ብመርትዖታቱ ክምጉት ወትሩ ድሉ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ክቡራን ተኸታተልቲ በደብላ እምበር እዚ ቃል ናይዚ ግናይ መላኺ ስርዓት ህግደፍ እዚ ውልቀ መራሒ እዚ ሓሶት ጠቐናኡ ንርኡይ ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ብሩህ ዝኾነ ግፍዕታትን ጨካን ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጽሞ ዘሎ ብኣካል ብመህላው ኣብ ቅድሚ ዓለም እውን ከምዚ ኢሉ ክሕሱ ምዕዛብ እቲ ተዓዘብቲ ብምረት ይሕፍር ከም ኤርትራዊ ክትብል ትኽእል ወናው ኩነታት ስደተኛታት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ፈነዋታትና ዝሓበርናይ ኣብ ዓለምና ሎሚ ዳርጋ 65 ሚሊዮን ስደተኛታት ከመናብሮኦም ተዛናቢሎም ዝርከቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዚ ከዓ ብደረጃ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ተዛቲሉስ እተን ብብዝሒ ስደተኛታት ዘፍርያ ዘለዋ ሃገራት ሱዳን ኤርትራ ወዘተ ናብ ዝኸፍአ መልክዑ ከም ዝኽንሰምዖ ጸንሐና ይቕጽል ከም ዘሎ ውጽኢት ናይቲ ዘተ ሕቡራት መንግስታት ዝገበርዎ መንግስቲ ኣሜሪካ 3 ቢልዮን ዶላር ሓደ ካልኣይ ከዓ ሃገራት ኤውሮጳ 500 ሚሊዮን ሓገዝን ለቃሕን ክባ ምዃነን ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ኣብቲ ዘሎ ቦታ ትካልን ትምህርትን ክገብሩ ዝብል ዝወጠነ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዕለስ 13 ጥቅምቲ እንደገናውን እንተዳኣሪእና ኣብ ሃገር ኢጣልያ ከም ዝሓበሮ ብዕለስ 3 ልክዕ 6,000 ስደተኛታት ካብ ሊብያን ኢጣልያ ምስጋር ዝተበገሱ ሓይል ባሕሪ ናይ ኢጣልያን ተሓባበርቶምን ከም ዘድሓኑ ካብ 40 ጀላቡ ከድሕኑ እንከለዉ 9 ከዓ ካብኦም ከም ዝሞቱ ይገልጹ ቀጺሉ እውን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ስዒቡ 5,000 ተወሲኾሞም እቲ ቁጽሪ 11,000 ክበጽሕ እንከሎ እቶም ህይወቶም ዝሰኣኑኻ 25 ከም ዝበጽሑ እቲ ዜና ገሊጹ ኩነታት ስደተኛው እንከለና ክንዛረብ እንከለና ኣብ ሃገር ደቡብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛ ኣብ መዓልቲ 1,000 ሱዳናውን ኢትዮጵያ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ሓድሽ ማዓስከር ከዓ ክኸፍቱ ብደረጃ ሕቡራት መንግስታት ብጉዳይ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሓቢሩ ከምቲ ዝበሎ ኣብዘን 3 ሰሙን ጥራሕ 31,000 ሱዳናውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ይሕብር ብወገን ኣብ ካርቱም ዝርከብ ኩነታት ስደተኛ ከዓ ብፍላይ ንኤርትራውያን ብጻዕ ክግፍእ ገዛ እናኣተዉ የካላቡቱን የሸግሩን ከም ዘለዉ ፖሊስ ናይ ሃገር ሱዳን ከዓ ነቶም ኤርትራውያን ዝሓዞም ናይ ገንዘብ ምንጪ ገይሩ ይላገጽ ከም ዘሎ ይሕብሩ ቀጺሉ እውን ንኤርትራ ንምስጓጎም እውን ኣብ ፍሉይ ቤት ማእስርታት ሒዞም ከም ዘሎ ከዓ ዜናታት ካብ ካርቱም ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብነ መንቄሮስ ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክኢላ ወይ ከዓ መራሒ ነቲ ኦም ኣብ ሖሎት ዝርከቡ ኤርትራውያን ተኣሲሮም ዘለዉ 3,000 ከይዶም ከም ዝበጽሕዎም ብዕለት 29 መስከረም ተፈሊጡ እቲ ብጽሕቶም ከዓ እቲ ብመንግስቲ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎ ግናይ ዝኾነ ውሳኔ ንኣብነት መራሒ መንግስቲ ናይ ሃገር እስራኤል ንኩሎም ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክንሰጎም ኢና ክብል በቀዳማይ ሓቢር ዝሓለፈ ሰሙን ከምቲ ዝሕበር ደጋጊምና እውን ዝሓበርና ኣብ እስራኤል ልዕሊ 34,000 ኤርትራውያን ከም ዝርከቡ ይሕበር ካብዞም 34,000 ኣብ ዝነዊሕ ዓመታት ከ 4 ኤርትራውያን ጥራሕ እዮም ዕላው ስደተኛታት መንበዕ ከም ስደተኛታት ዝፍለጡ ናይ ሃገር እስራኤል ጭካነ ከዓ ዝገደደ ከም ምዃኑ ይፍለጥ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ንገለገለ ሃገራት ገንዘብ ምኽፋል ናብ ሳልሳይ ከተግዕዝ እውን ጀሚራ ምህላው ዘስደምም ኩነታት ናታ እዩ ፈረንሳ ምስ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብምትሕብባር እቲ ኣብ ወደብ ካሌ ዘራኽብ ዘሎ መንደቕ ናይ 4 ሜትሮ ዝቁመቱ 1 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ትሰርሕ ከም ጀመረት ይፍለጥ እዚ ከዓ እሱ ጥራሕ ገና ቀድም ቢላውን ብትሪር ዓበይቲ ትሬኮላት ኣማላ ሓፂን ገይራ ሓፂራቶ ነበረት ግን
دليتي مالت تقاومتنا منغستي زي نزز وص زلو باجت زي تأدنه اب كالي تقمن تزعل بنبال نقفيتها يمصو الله حبرات هاجرات أمريكا وكيل سرعات هجدف وصاي قداي عثمان صالح ابناي 71 بايتو حبرات منغستات زلو زمدورو مدري زلو حقني هلوات حزبن شجرن حزب إرترا دحر 15 عامت تصابوتات سجيراس ابت معبل الله كبل عبي حصوت اب نيويوركي زرقيحو اذا اب نيويورك استخايدو على 71 وصاي قداي مينستر كمز كبلن كله اتحقنيا زلو رؤي برست حزبن منسياتن كبيت صقم نابراس انتن دخلنتن اوشت هاجر صنكور منابرون كا اتي معلتاو زهدم زلو خبت عبقي اتي نصر مبره مخانو قصيلون اتي بمرماريت كوميشن قريب زلو التحساسبا كمي كم مخانو خمان ببروه زحفر كم مخانو قال دقفتو نزخ دقفون كله مبزحت أمجن أنا يتقاوموا تاشمي يرؤي الله زي مستي قصيلوز كنت أقصد عن حنا 360 حادن أب لامبس وزع عرف إرتراوي رؤي مسكر كم مخانو يجلس ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ አቶ የማነ ገብረአብን ንደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከካይድዎ ዝመጠኑ ሰሚናር ተሰሪዙ እቲ ንሰንበት 2 ጥቅምቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክካየድ ተወሲኑ ዝነበረ ሰሚናር ህግደፍ ዝተሰረዘሉ ምክንያት ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ስለ ዝኣገዶ ምዃኑ ይዝረበሉ ኣሎ እንተኾነ كم منغستي إرترا يكون كاب أمريكا بزعباز بزملكة ستوهب موقعه ومجلسي يلن أبتكم تلتشحن 11 ريتا أبتكم تلتشحن 11 نون بمخنيات أخيبا حبرات هاجرات ناب نيويورك زغشو بريزيدنت زغشه بريزيدنت إسياس كاب نيويورك وصاي ناب كفالات أمريكا ينقاسقس كم بخفل وصاي قدات أمريكا سلستخلكله أبتي أوانتي أو واشنطن تمدي زنبرة أخيبا بخصوص ناب نيويورك كم استشغاغري أيرساين منغست إرترا من قسقاس أبارات إمباس أمريكا أب إرترا كاب أسمران كبابي أنطرح سلز درتو أمريكاوان قبر مرسنايزي أمباسادر منغست إرترا كاب أمريكا كاب واشنطن 15 كيلومتر رحيقو كين قسقاس زغلقله تماسا سالس قنت موسادون يفلت نايبود أتا زينانا منقد بابور إثيوبيان جيبوتن زراخب تمرقو بعلت عموشة تقمتي كلتشحن 16 عامة مرات فرنجي تي 756 كيلومتر زنوحاتو ب 3.4 بليون دولار أمريكا زود منقد بابور إثيوبيان جيبوتن زراخب عب أديس أبا بعلي تمرقو عب سنة سرعات نايزي من رغزي نا إثيوبيا قدامي منسترن نا جيبوت قدامي منسترن كم أون ناي تشاينا أمباسادر أب إثيوبيا تصاتفهم إتمنقد بابور دحري ب 3.4 بليون زود كوينو وصايو خا 7 بناي تشاينا إكسيم بانك خفلن كله 3 خا بمنغس إثيوبيا خم تشفنا يفلت إتمنقد بابور 220 كيلومتر نطفت زلو كون كله قعزوء دحار إتي بسلسة معلتات تزوسد نبر بماكينة لومي ب10 ساعات كمز خيات كا اتوم تخطاتلتي ناتي قليصهم سلازي كوران تخطاتلت مدبنا نايلوم زينانا احصر بيلنا بزنخن كابز قصيلنا خا نزخري اتا سلسته تقمتي صلام معلتي نايلام بوتودا اسكي زيا نسمع حزولي حزني بعصو همزموت كلوديو زقرم زدنشو كتلي حزولي حزني بعصو
جزمبوتان عمري بناتهم قوترا فلاليوم خدو كبزة سياس مرا عركن انتايدا سلميتو كقطري زيد بس قاهيو نايزموت كمسلي عويلا كيفكي نقرو مضحوتوي ويني مستيرو عويلا كيفكي نقرو مضحوتوي ويني مستيرو كوران تخطاتلت مدبنا باري كم محدار راديو دمص حرنت إذا تسلم معلتي سلسة تقمتي ناي سلسة عمت نحناون تخفلتي ناي تلك حزنكم مخانا نولدن أحواتن سدرابيتن صنعاتيبو نو لإرترا خا مفتح فترولو سناي منيوتنا ناقلسنا أبزي دمدم قصلنا أبزي قصل مدبنا دحر قروب سكن دخن أتينا كبران تخطاتلتن باري حجي أفتي كم رس عنكس حزنا دلنا أقدسن واناون أسكافن ناي بحقي كلنا كنفلطون عميقنا خردون زقبالنا سلفي ديمقراسيز بإرترا اتي بمرماريت كوميشين زقربت صاب أب حبرات منقستات قرب زنوبرون زلوون سكفتاس لزلوا حد خصوص مصوع تاقيرا قدمي كومنت مهمنا ويكا اسكي اتي ناي سلفي ديمقراسي حزب إرترا صوعيت نسمع سلفي ديمقراسي حزب إرترا ناي شحن 950 تلمت بمذكار تغلال لأخيبا حبرات منقسات كدا إرترا أجندو خحزو صوعيو سلفي ديمقراسي حزب إرترا أب تغلال لأخيبا ودب حبرات منقسات نفسال ساي كوميتي أب نيويورك خصوص مذكر أقريبو أبز خصوص مذكر أخيبا حبرات منقسات مرماري سباو مسل إرترا كمتي أب قدم كومشن سباو مسارات حبرات منقسات زقبرتو نابتا أخيبا ناي قل تبصاب كي تقرب استخلقوا له رتعة ومخنياتات كم زي اللي قليزو سلفي ديمقراسي حزب إرترا بأربعة تقمتي 2010 شدشم بأدراشا نابتن أما بل 7 حدا انتقلال أخيبا حبرات منقسات نايز ملكت كوميتي أدومبر كبرت ويزارو ماريا إما مجيا ايو مذكروا ليه أبز مالوختو اتي أبز حالف 25 عامتات أب إرترا قبن سبقوا مسارين كبستفز أمي بيت مرماري أكال استرقاق زبزاب نابزي قوباء زي قرب من السمعة كم زا سنبضون حبيرو إذا بأخبرت بسم دلي تفتحن أبز تقرار أخيبا بيت مرماري سبقوا مسال إرترا زقربت زبزاب مسارات كونوع سكمت زبين إرتراوان زقربة مخانو هابت مذكر تتقش زولو نايزا مرماريت كوميتي سراح كمتي ناي سمين كوريا توموكرو قد مصبصاب نابط على اخيبا حبرات منقسات مقرابو كم زي ودع اتمذكرون تقيسو اب إرترا زولو كونتا سباو مسل نزا اخيبا نصور سلازخونه از مذكر بزعبات التحساساب كونتات بوليتيكاون سباو مسارات اب إرترا كبره بزح زبلو يقولون سلف ديمقراسي حزب إرترا نزل صحفه زولو مبل 7 حدا انتقلال اخيبا حبرات منقسات ني إرتراويان نهتي أب شحن 950 حدا 50 استخاده حمشاي أخيبا حبرات منقسات كيذكرهم نمزغار يزبل حساب تتقشله إذا ناي سلف ديمقراسي حزب إرترا طبعا بمقصارنا تأتم ناي شعوان صحافي حبرات منقسات زنوبر جون فوستر دالاس دحرتي زحفر وسانة فودريشن أمونغ إرتران إثيوبيان بخلطة تحساس شحن 950 زو السانيزن حزب إرترا استوهب زي كونس نستراتيجيكاو ربحا كالوتن زبلوون تقيسو إذا خمزيلون كله أب سمين أمريكا زنوبر إرتراويان أب تمرماريت كوميشن سباو مسال إرترا نابتي تقلال لأخيبا ناي قال صاب كتقرب تسفاز قبرال لولو 20 شعاتن تقمت 2010 شدشن ندقوفو أب نيويورك سفح سلاماو سلفي كاكايدو يقراربو ونالو
ترى فلا اليوم خدو كبزة سياس مرا عركن انتايدا سلميتو كقطري زي دبس قاهيو نايزموت كمسلي عويلا كيبكي نقرو مدحوتوي ويني مستيرو عويلا كيبكي نقرو مدحوتو ويني مستيرو عركني كماديا زحمري هذي مسكدك عقلي عركني ويا خيب للكا زرباي سئينك انداخا كن زموت كله ديو تقرم زدنتو كتالي حزولي حزني بعدسو كن زموت كله ديو تقرم زدنتو كتالي حزولي حزني بعدسو كبران تخطاتلت مدبنا بارزا زيما بزحيا تاش متبللنا زخنا خاينو تزورد وريدي بحجي انتاي خقبر زبليتي عقداسي نقدميت كنرئ لنا سلازي صبغا قات ام خاينو كبران تخطاتلت مدبنا ابومبر سلفي ديمقراسيس بإرترا تقادلاي منغستا ام اسمروم باقات ام بسراحة بكتمايات ورس لازمس اي صبغ عدل كاينو ابزي مسانا اب ستوديو يركب الله حجي بمجمرتا بشمكمن بشم كلهم سمعتي ناي دمص حرنت حاو تقدلاي منغستا اسمرهم انقعد حن مصخا انقعد حن صنحك اوكي اذا صبو عدل مبركابنا عدلنياتاتينا حصر زبل غزي خوينو دامبر بزحينا مسخات كنزاتيلون مسس بخان مسكال نكتراخبلو زغباكا يونيرو جن مست غزي صبي بمخانو بتعمي إن عبلنا أبزي زينا خمز حبرنايو أسنباد نحزنن نايسلام على تلقيت لامبدوزا بتشكان والكاو مرعس سرعة تقدف ستبهلا سمعنا كم سلفي ديمقراسي بإرترا بمجمرتا بخمي تقول تصور يغني اللي أقدمه دمس حرنت نزع الدلزي محابا كبزبالي مسقاناي كقبل بفتو قصيلة تزلنا حصر زبالة غزيه نتي زقرب اللي حتى كملش انت دا خوينا ترخبو ناي لامبدوزا حزبي ارترا يكون حزب عالم زسنبده ازيو احزاني ترخبو ينيرو لمجمريا غزيه 360 زخونه ارتراويان ببحري ناب أوروبا خسوقرو خلو بمولا أتوم زحالو قولا علت سلز نبرت أزيا أحزانيت علت يا نيرا تسلام علت كمتي زبال كياون تسلام علت يا نيرا بحد سيرونا يشعو ليك باباس ناي كاثوليكاويت بيت كريستيان فرانسيس زهابو مجلسي أخولي مالتيو كم زيزا عم مسألة هلكت أبلدات ناي هاجرات أوروبا مفتسامو بطعمي زحفر ترخبو يلو قليل صوانير مالتي شعو علم بملؤ سنبيدو قهيو كله خابب زلو خا مجلس إتاتو هيبو سلفنا ونتخانه بتأجت أمتي نتي ترخبوتي أملكيتو زمادن بيتسبن نايتهم أبتي بحري زحلقو إرتراويان ناي سمعتي هابكم ملأتي أما حلاليفو نيري مالتي سرعة إرتراغن أبتي أوانتي كم تلمود تقبارو إزيهم زطحالو إرتراويان زي كونس أفريقاويان يوم كبل يقليسوا سنحيلو جن دحر حدث من بابيلي خون بتشعت كنتخا اتي ترخبو ويزهل كتزي وتصيت نايتي بوليسيتات ناي أمريكا مخانينو
ከሲሱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ስርዓት ብተደጋጋሚ ዝጥቀመሉ ኣገባብ እዩ ኩሉ ግዜ ተናጻብዕቱ ናብ ካሊእን ዘመልክታ ጉድለት ክርከብ ከሎ ጌጋ ክርከብ ከሎ ንሱ ፍጹም እዩ ኣይጋገን እዩ ካልኦት ፈጺሞምዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዘን ክልተ ነገራት እውን ትፍልሊ ክንሪኦ ንኽእል ኢና መጀመርያ ኣፍሪካውያን ኢሉ ድሓር ከዓ ኣሜሪካውያን ዝፈጠርዎ ህልቂት ኢሉ ምግላጽ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ኣለኻ እሱ እንዲ ትመሪር እቲ ዝገርም ግን እቲ ህልቂት ገና ቅጽል ኣሎ መንግስት ሃገራት ኤውሮጳ ከዓኒ ይስዕሩ ኣለዉ ክሳብ ኣብ ውሽጥተን ስደተኛታት ዘፍርያ ከም ሊብያ ሱዳን እውን መደባት ዝሰርዑ ኣለዉ ብኸመይ ውዳእ ኢልካ ትግምቶ እዚ መሰረታዊ መፍትሒ ናይ እቲ ህልቂት ከም ዝበልካዮ ሽዑ ናይ መጀመርያ ስለ ዝኾነ 360 ኤርትራውያን ብሓደ ግዜ ዝሃለቁሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስምባዜ ፈጢሩ እንተዘይ ኮይኑ ድሕሪኡ ካብኡን ላዕሊ ሰባት ክሰግሩ ከለዉ ባሕሪ ጥሒሎም እዮም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ማለት እዩ እንታይ እቲ ጠንቅታቱ እንተልና ከዓ ከምቲ ስርዓት ወጻእተኛታት ፖሊሲታት ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ናይ ኤውሮጳ እናበለ ዘቕርቦ ክስታት ዘይኮነሲ ውሽጣዊ ፀገማት ናይ ጠንቂ ናይ ዝኩሉ ሽግር ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ፀገማት ዝፈጠሮ እዩ ኤርትራዊ ብፖለቲካዊ እምነቱ ኣብ ሃገሩ ክነብረሉ ኣብ ዘይኽእል ብቁጠባዊ ትሕዝቶ ኣብ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኩነታት ዝነብረሉ ሰብኣዊ መሰላቱ ብፍላይ ከኣብቲ መደበር ናይ ታዕሊም ናይ ሳዋ ዝገሃሰሉ ዓይነት ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ መንእሰይ ዓለ መጻኢ ዕድሉ ጸልሚትዎ እዩ ንስደት ዘምርሕ ዘሎ ስለዚ ተመሰረታዊ ጠንቂት ናይ ውሽጢ ምክንያት እዩ ንሱ ከይተፈትሐ ከዓ እዚ ኤውሮጳ ይኹን ካልእ ይኹን ዝገበሩ እንተገበሩ ነቲ ናይ ስደት ጉዕዞ ጠጠው ከብልዎ ኣይክእሉን እዮም ኣቐኒለይ እምበር እስኪና ባይረ ገረ መንባር እጅውን እንሆላ ልክዕ ምስኡ ዝተመሳሰለ ማለት እዩ ከምቲ ዝተነበየ ህፁፅ መዘክር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንጠቕላላ ሕቡራት መንግስታት ዘቕረቦ ጥርዓን ወላ እኳ ኣብ ትሕዝትኡ ብሩህ ይኹን እምበር ቀንዲ ስክፍትታት ብትሪ ጥርዓን ከቐርብ ዘገደደ ንሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ እስከ ብዛዕባ እዚ ቁርብ መብረንታ ኣብካል እቲ ቀንዲ ምክንያት ነዚ ጥርዓን እዚ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕረበሉ ቀንዲ ምክንያት ልክዕ ከምቲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኮርያ እውን ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰታት ናይ ሰብኣዊ መሰል እትምርምር ኮሚሽን ቀሪባ ነራ ማለት እዩ ቆይማ ነራ ሕጂ እዛ ኮሚሽን እዚኣ ኣብዚ መበል 71 ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ቀሪባ በቃል መግለፂታት ክትህብ እያ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ኤርትራ እውን ኮሚሽን ናይ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት እተፅንዕ ቆይማ ነራ እዛ ሽማግለ እዚኣ ከዓ ኣብ ኤርትራ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ክሳብ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ይፍፀም ከም ዘሎ ዝብል ፀብፀባት ኣቕሪባ ናብ ባይቶ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባቶ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣጽዲቕዎ ነቲ ፀብፀባታ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ መበል 71 ሓፈሻዊ ኣኼባ እታ ኮሚሽን ነቲ ዘቕረበቶ ፀብጻብ ልክዕ ከምታ ናይ ኖርስ ኮርያ ቀሪባ ብኣፋ ክትገልጾ ዘይምፍቃዳ ፍልሊ ኣተሓሕዛ ነቲ ጉዳያት ከም ዘሎ ይርዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኮርያ ክቅርብ ይፍቀደሉ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ከዓ ክቀርብ ይፍቀድ የለን ስለዚ እዚ ነቲ ብሓምሳታት ዘጋጠመ ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ዝተቆረነትሉ ምክንያት ንረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ንምባል ተባሂሉ ዝተገብረ ምንባሩ ዘዘኻኽር ምዃኑ ሕጂ እውን ንገለ ረብሓታቶም ክብሉ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ስደተኛታት ዋሕዚ የሰንብዶም ስለ ዘሎ ናብ ኤውሮጳ ምሓዝ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣትሒቶም ወይ ከዓ ብካልእ ኣገባብ ክሕዝዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ዘርኢ ናይ ድርብ መስፈርቲ ባህርያት ዝገልጽ ተግባር እዩ ንምባል እዩ ኣገዳሲ እንድዩ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ቀጥታ ነዚ ኣስተውዒላን ፈሊጣን ከምዚ ብህፁፅ ክትፅሕፍ ከላ ኣነ ከም ተረድኦይ ዝኾነ እዞም ተቃወምቲ ደንበ ኣብ ግምት ኣየእተዎን እዚ ስለዚ እቲ ትጻሕፈ ናይ ሰልፊ ብጣዕሚ ተስፋ ገብር ኣብ ሞያ ወይ ከማን ተሰማዕ ክረክብ
ንሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ኣገናዕ ንብሎ ኦኬ ግዜና ፀቢብ ስለ ዝኾነ ብሓፂሩ ኣብ ሃለዋት ደንበ ተቃውሞ ኣድማዕ ግደ ክህልዎ ብወገን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ ዓውደ መጽናዕቲ ኣወንታዊ ውፅኢቱ ከመይ ነይሩ ብሓፂሩ هو عود مصنعتي هو حصر ربيله ገልጾ ሰለስተ መዓልቲ ዝወሰደ ዓውደ መጽናዕቲ ነይሩ ኣብዚ ኸዓ ብኽኢላታት ዝቐረበ ንዕርቂ ንሕድሕድ ምትእምማን ምፍጣር ንተራ መራኸቢ ብዙሓን ስለምንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ተቃውምቲ ዘይምትእምማን መንፈስ ዝሰፊኑ ዘሎ ኣፈታትሓ ናይ ግርጭት ባህላውን ማሕበራውን ክብርታትና ኣበናይ ደረጃ ኣለዉ ጠንቂ ስደትና እንታይ ወዘተ ዝብሉ ኣርእስትታት ኢና ኣቕሪብና ማለት እዩ ብቀሪቦም ብኽኢላታት ከዓ መጽናዕቲ ተገይሩሎም ቀሪቦም ማለት እዩ መወዳእታ እቲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ዘይምትእምማን ዝብል ነጥብታት መበገሲኡ ኣነፂሩ ማለት እዩ ገለ ካብቲ ጠንቅታት ፖለቲካዊ ገለ ካብኡ ባህላዊ ጠንቅታት እዩ ምክንያታት እዩ ገለ ጂኦግራፊያዊ እዩ ገለ ድማ ናይ ወለዶ ጋግ ዘሎ እዩ ከምኡ እውን ኣብ ታሪክና ብረታዊ ተጋድሎና ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ዝጋጥም ዝነበረ ምስሓሓባት ወጥርታት ናይ ሕድሕድ ምቅትታል ዝፈጠሮ ቀይምን ቅርሕንትን ምዃኑ እዚታት ምዃኑት ምክንያታት ኣነፂሩ ማለት እዩ መጽናዕቲ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ናብ ዝብል ሕቶ ኣትዩ ብዙሕ መፍትሒታት እውን ኣቕሪቡ ማለት እዩ ሓደ ተራ መራኸቢ ብዙሓን ነቲ ኣብ ውሽጢ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ምረሓሓቕ ዝፈትሕ ዘቀራርብ ዳኣ ክኸውን ኣለዎ እምበር ንሱ ነዚ ዘይምትእምማን ዘጋፍሕ ክኸውን የብሉን ኢሉ ካልኣይ ዘላቒ ሰላም ንምምጻእ ሕድገት ይቕረ ምባህሃል ኣድላይ ምዃኑ እቲ ባህልና ብሽምግልና ገይሩ ዝፈትሖ ብዙሕ ጉዳያት ከም ዘሎ ካብ ባህልና ከማን ተማሂርና ነቲ ባህልታትናን ክብርታትናን ኣብ ግብሪ ነውዕለሉ መገድታት እውን ክንርኢ ከም ዘለና ሳልሳይ ነቲ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት እዩ ኣብ ዝብል ዝተፈላለየ መግለፂ ኢና ንህቦ ገሌና ናይ ክርስቲያን ንብል ገሌና ናይ ብሄር ትግርኛ ገሌና ናይ ገሌ ንብል እዚታት እውን ኣብ መንጎና ዘይምትእምማን ይፈጥር ስለ ዘሎ ሓደ ዓይነት ኣገላልፃ ሂድና ኣንጻሩ ክንምክት ከም ዘለና ሓቢርና ክንቃለስ ዘኽእለና ባይታታት ክንፈጥር ከም ዘለና ርኢና ሳልሳይ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ናይቲ ሕብረተሰብ ክዓቢ ከም ዘለዎ ልክ ከምቲ ኣብ ገድሊ ዝሳተፍኦ ነበራ ሕጂ እውን ኣብ ኩሉ ባይታታት ክሳተፋ ከም ዘለዎን ርኢና ማለት እዩ ነቲ ኣብ መንጎ ወለዶታት ዘሎ ጋግ እውን ክንፈትሖ ኣለና ብዚ መንጎ እቲ ቀዳማይ ወለዶን ሕጂ ዘሎ ወለዶን ሰፊሕ ጋግ ኣሎ ነዚ ጋግ እዚ እውን ከነፃብቦ ዘይምትእምማን እውን ኣሎ ስለዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ተቐቢልና ሓብሒብና ንሽግራቶም ተረዲእና ሕክምና ዘድልዮም ናብ ሕክምና ክኸዱ እናመኸርና እግሪ ክተኽልሉ ዝኽእሉ ኩነታት እናፈጠርና ብድሕሪኡ ንሳቶም ካብቲ ተመክሮና ክወስድዎ ዘለዎም ንሕና ከዓ ካብኦም ክንወስዶ ዘለና ከዓ ናይ ሕድሕድ ርእቶታት እናተቐባበልና ነቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ጋግ ከነፅብቦ ከም ዘለና ርኢና ማለት እዩ ካልኣይ ኩሉ እቲ ዝለዓል ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ከዓ ሓቢሩ ነቲ ስርዓት ንምቕያር ክዝዓለመ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝእምት ውፅኢታት እዩ ነይርዎ ጽቡቕ ተስፋ ንገብር ኩሎም ቶም ደለይቲ ፍትሒ ድዮም ዋላ ውድባት ስፒካን ማሕበራት ከዓ ነዚ ከዓስልዎ ተስፋ ንገብር ጽቡቕ ኣብ መወዳእታ ገለ ንህዝብኻ ክትብሎ ትደሊ እንተሎ ሓፂር ዕድል ክበካ ኦኬ መወዳእታ ኣነ ንህዝቢ ዝብሎ ነገር እንተዳሊ ሓደ ለውጢ ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ነፍሱ ወከፍ ኤርትራዊ መጀመርያ ንነፍሱ ክልውጥ ካልኣይ ከዓ ነቲ ኩነታት ኣብ ሃገርና ዘለዎ ክልውጥ ኢሉ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ለውጢ ናይ ህዝቢ ዕማም ዳኣ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ውድባት ዕማም ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘዘኻኽራ እያ እታ ለውጢ ምድላይሲ ብነፍስና ንጀምሮ ብቃልስና
ከነረጋግጾ ኢልና ክንብገስ ዳኣለና እምበር ካልኦት ከምፁልና ዝብል ናይ ትፅቢት መንፈስ ክሓድረና የብሉን ባህላየ ካልኣይ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር እንድሕር ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጉኡ ዘሎ ግርጭታት ክንተቐዲምና ዝጠቐስናዮ ብምርድዳእ ብይቕረ ብሕድሕድ ክስታይ ግድፈት ብምግባር ነቲ ሽግራቱ ኣልዩ ሃገሩ ናብ ምምዕባልን ናብ ዝለዓለ ናይ ቁጠባ ዕብየት ዘረጋግፀሉ ደረጃ ከብፅሖ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ክንቃለስ ኣለና። ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን። ተስፋ ዝቆረፀ ህይወት የብሉን። ስለዚ ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ክንቃለስ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ጥራይ ከመሓላልፍ ዝደሊ የቀኒልና ክቡር ሓው ተጋዳላይ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ነዚ ግዜኻ ወፊኻ ዝሃብካና ህዝብኻ ክሰምዓካ ከም ዝስማዕኻ ርጉፅ እዩ። እቲ ተበግሶታት ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ከዓ ሕጂ እትእንኮ መተካእታ ከይኮነ ይተርፍ ዝብሉ እውን ኣሎ። ብልቢ ከዓ የመስግነካ ይቀኒለይ سدرا بيت زانا
كبران تخاتلت مدبنا بقري نايلوم مدبنا يتقرنينا أبزي زازمنا كساب زمت قدام بحدش مدب الراخب سنة يكني حجي ناب عرب مدبنا قد خناتينا سيداتي سادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. إذاعة صوت الحرية تبث برامجها من السويد على الFM 88. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الجيميل وعبر تلفوناتنا وأيضا عبر الفيسبوك واليوتيوب. اليوم 8 أكتوبر 2016 ونبدأ برامجنا من الساعة 1 ظهرا إلى 2. أما الآن سأنتقل بكم إلى استوديو الأخبار. حزبنا يحتاج على زيارة وفد نظام أسمر لألمانيا. بعث حزب الشعب الديمقراطي الإريتري بمذكرة إلى وزير خارجية ألمانيا السيد فرانك والتر يبدي فيها تخوفه من أن لا تكون حكومة ألمانية وقيادتها فيما تسهم فيه من الدعم الأوروبي لحكومة إريتريا قد ضلت الطريق إلى المكان الصحيح لذلك الدعم. كما نبهت المذكرة الألمان إلى أن وفد الحكومة الإريترية الذي يزور البلاد بدعوة من الحكومة الألمانية يضم أفرادا مدنيين بجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان. المذكرة التي خاطبت كل من رئيس البرلمان الألماني ووزير التنمية والاقتصاد والأحزاب الكبيرة استنكرت سماح السلطات الألمانية لذلك النظام بتهيئة الاتصال وبناء العلاقات مع الجهات التشريعية والتنفيذية الألمانية رغم علمها بتضارب مصالح الشعب الإريتري وذلك النظام. أوضحت المذكرة عدم مواجهة الأسباب التي دفعت ألمانيا إلى إبداء الود نحو النظام الذي تكشف للعالم إجرامه ضد الإنسانية محليا وإقليميا وعالميا. نظمت لقاء الوفد الذي يضم المجرم يماني قبرآب مستشار الرئيس مؤسس ألمانيا أفريقيا بالعاصمة برلين في 8 سبتمبر. تدير المؤسسة حاليا السيدة أرسولا إيد عن حزب الخضر الألماني. المذكرة تضمنت الآتي كلهما: الشعب الألماني وحكومته يدركان جيدا أن تدهور الأوضاع الإنسانية في إريتريا لم يعد إطاق، وأن ذلك نابع من انتقاء الحقوق والحكم الراشد، وهذا لن تتم معالجته بمكافأة وتدليل النظام المتسبب في ذلك، بل على العكس سيشجعه على التمادي في قي مقالاته في انتهاك حقوق الإنسان. كذلك تساءلت المذكرة من أين التنمية والحقوق والحريات الأساسية التي تزدهر في بلد كإريتريا مكبوت الحريات وعديم القوانين وفاقد لسائر المعايير الإنسانية اللازمة للحكم الراشد. إن إنفاذ قرار المفوضية الدولية لحقوق الإنسان والخاص بضرورة محاكم المجرمين من رجال السلطة الإريترية ليس في مصلحة الآلاف الضحايا الإريتريين فحسب، بل هو كفيل
بوضع الحد لكل الجرائم المماثلة في المنطقة. بريطانيا بناء جدار لمنع وصول المهاجرين إلى كاليا. بدأت الأشغال لبناء جدار يهدف إلى منع المهاجرين الراغبين في الانتقال إلى بريطانيا من الوصول إلى مدينة كاليا شمال فرنسا. وسيبنى هذا الجدار على طول كيلومتر، وسيبلغ ارتفاعه 4 أمتارا، وسيمر على بعد بضعة مئات الأمتار من مخيم عشوائي للمهاجرين. تقول الجمعيات الخيرية إنه يستقبل أكثر من 10,000 شخص. وسيشكل الجدار امتدادا للأسيجة التي وضعت منذ منتصف أغسطس 2015 لحماية موقع نفق المانش، ويبلغ طوله 39 كيلومترا، وكذلك المرفأ والطريق المؤدي إليه 30 كيلومترا. ستدفع بريطانيا 2.7 مليون يورو، أي ما يعادل 3 ملايين دولار لتشييد الجدار. وسبب مخيم كاليا توتر بين فرنسا وبريطانيا، الوجهة الرئيسية لمعظم المهاجرين الذين يتجمعون هناك. ويستخدمون المهاجرون أحيانا أغصان الأشجار لإقامة حواجز لإبطاء سرعة الشاحنات المتجهة إلى بريطانيا، ومن ثم تسلقها والاختباء فيها أثناء مرورها عبر نفق المانش. وعلق بعض الفرنسيين إن الجدار أقيم لمنع تجار البشر من العمل قرب المعسكر. سويسرا تهتم بالشأن الإريتري. بعد تجاهل طويل من الصحافة السويسرية للشأن الإريتري، أخيرا تناولت صحيفة جنيفا السويسرية متعددة اللغات وفي عددها الصادر في 19 من سبتمبر 2016 الشأن الإريتري. هذا والخبر يتعلق بقرار للبرلمان السويسري في 13 من سبتمبر 2016 حول تحديد كيفية التعامل مع التفاوض مع الحكومة الإريترية. وفقا لمشروع القرار المقدم من الحزب اليميني المحافظ المتطرف، هناك برنامج للبرلمان السويسري للتفاوض مع حكومة أسمرة. ويهدف هذا البرنامج إلى إقناع إريتريا بضرورة الاستفادة النقدية من مشروع مساعدات نقدية في حال استجابتها لشرطين أساسيين: الأول احترام حقوق الإنسان بما في ذلك السماح بزيارة المعتقلين السياسيين، والثاني السماح للمنظمات الدولية باستئناف ممارسة نشاطاتها المعتادة في إريتريا. كما أن مصدر الصحيفة لا تستبعد أن تناقش المفوضية الإدارية للبرلمان السويسري شأنا إريتريا آخر هو المتعلق بمن رفضت سويسرا منحهم حق اللجوء من طالبي اللجوء الإريتريين بسويسرا. ويرى الشق المتعلق باللاجئين الإريتريين من القرار عودة معظم الإريتريين إلى بلادهم، مع إلزام من سمح لهم بالإقامة بسويسرا بضرورة الإشعار المسبق للسلطات المعنية عن وجهتهم في حال سفرهم. من جهة أخرى، وحسبما ذكر تقرير الصحيفة أن وزير الخارجية السويسري رجح التوقع بأن لا تستجيب حكومة إريتريا لشروط البرلمان السويسري. افتتاح خط سكك حديدية كهربائي بين إثيوبيا وجيبوتي. دشنت إثيوبيا وجيبوتي أول خط للسكك الحديدية في إفريقيا يعبر الحدود بين البلدين ويعمل بالكهرباء فقط، ويربط الخط الجديد بين العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وميناء جيبوتي على البحر الأحمر، ويمتد على مسافة تزيد عن 750 كيلومتر، وتبلغ سرعة القطار 120 كيلومتر في الساعة. ومن المقرر أن يقتصر زمن الرحلة إلى 12 ساعة بدلا من 3 أيام. وتكلف المشروع 3.4 مليار دولار، وتم إنجازه بمساعدة الصين، والتي ستوفر طاقم العمل أيضا. ويسير القطار الجديد في مسار موازي لخط السكك حديدية قديم ومهمل الآن كان يربط البلدين قبل 100 عام. ويقول إيمانويل مراسل BBC في أديس أبابا إن المسار الجديد سيعمل في البداية لتشغيل خدمات الشحن فقط. من المقرر أن يبدأ عمل قطارات الركاب في غضون 3 أشهر، وسوف يتم الإعلان عن أسعار التذاكر في أقرب وقت، وستعمل في رحلات يومية. ويقول جيتاشيو الرئيس التنفيذي لسكك حديد إثيوبيا إن القطارات الجديدة ستكون أرخص بكثير وجديرة بالثقة أكثر من السفر إلى جيبوتي عبر الحافلات أو السيارات. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام في حفل الافتتاح يوم الأربعاء إن خط السكك الحديدية من شأنه أن يعطي دفعة للاقتصاد، وأضاف هذا الخط من شأنه أن يقدم فوائد كبيرة للمجمعات الصناعية والمزارع الحديثة التي سيتم بناؤها في المستقبل. ومول بنك الاستيراد والتصدير بالصين 70% من خط السكك الحديدية، وشارك في بنائه مجموعة سكك حديد الصين للإنشاءات الهندسة المدنية. وسيعمل فنيون متحكمون ورؤساء محطات صينيون
في تشغيل الخط الحديدي على مدار ال5 سنوات المقبلة، وبعد ذلك سيتم توظيف الأثيوبيين. وتمثل جيبوتي أهمية كبيرة لإثيوبيا الدولة الحبيسة، والتي تصدر وتستورد ما يقرب من 90% من البضائع عن طريق ميناء جيبوتي وخط السكة الحديدية. هذا هو الخطوة الأولى في شبكة طويلة طولها 5000 كيلومتر تأمل إثيوبيا الانتهاء منها بحلول عام 2020 يربطها بكل من كينيا والسودان وجنوب السودان. آخر أخبارنا هذا اليوم يصادف اليوم ذكرى أحياء لامبدوزا، والتي كانت بتاريخ 3 أكتوبر 2013، والتي راح ضحيتها حوالي 360 شخص من الإريتريين الذين فروا بجلدهم من بطش النظام الهكدف. وللأسف الشديد لم تتناول في منابر الإعلام العربي ولا الإعلام الغربي. هذه لم تكن أول جريمة يسمع بها العالم، ولن تكون الأخيرة، في ظل حكومة متخلفة تحكم البلاد بالحديد والحكم الفردي. آسفين، كان لدينا أخبار. تم إيقاف اجتماع جماهيري للحكومة الإريترية في أمريكا بالعلاقات الخارجية، وهذا رد فعل الحكومة لكي لا يدور أي اجتماع جماهيري خارج البلد. والآن ننتقل بكم إلى مقالنا هذا اليوم: الإتلاف حول القضايا الكبرى بالقضايا الفرعية. بغض النظر عن حجمها وفعالياتها، تتواصل الضغوط
الخارجية والداخلية على نظام الهكدفي الدكتاتوري، وبقدر ما تتصاعد وتيرة تلك الضغوط كلما ارتفعت درجة حرارة قلق النظام وارتجفت أوصاله. وهنا بالطبع لا بد له من البحث عن مخبأ يلجأ إليه، لكن مخبأه لن يكون إلا مهدئا محدود الفعالية والمدة، وليس من نوع القضايا الكبرى التي يتحتم عليه التصدي لها، وذلك لأنه يعلم تماما أن كل معالج جذري لما يواجهه من قضايا سوف تجثه هو الآخر من جذوره. لقد شهدت الأشهر القليلة الماضية انتزاع قضية حقوق الإنسان من أيدي ومخالب النظام ووضعها على مؤاد ومنابر نقاش عالمية، وكالعادة حاول نظام الائتلاف على استحقاقات المرحلة بإدعاءات كاذبة بالالتزام بتلك الاستحقاقات. ومن تلك الادعاءات التعهد بتحسين وضع حقوق الإنسان، السماح بزيارة السجناء السياسيين، تحديد مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، انعقاد اجتماعات دولية بأسمرة، وقوف النظام إلى جانب الحلف العربي الذي يقاتل في اليمن، طلب بطريق الكنيسة المعتقل منذ عشرات سنوات العفو من السلطات، بعثت وفدا للصين إلى آخره. وهي كما هو واضح إدعاءات يحسن بها وجه القبيح في الخارج ولا علاقة لها بالواقع في الداخل، ولهذا أسمينا ذلك بالتواؤت والقضايا الفرعية. إننا نعلم أن النظام ليس مستعدا حتى لإنفاذ ما تعهد به من قضايا فرعية، وإن فعل ذلك سيتخذ ملاذات مؤقتة لنظامه، وها هو قبل أن يجف مداد تعهداته وادعاءاته الكاذبة يلمح عن طريق عملائه ممن كانوا يظهرون تطرف في معداته ويبطنون العكس. يلمح هؤلاء بأن المعارضة ليست البديل الأفضل للنظام، لذلك عليها أن تتماهي معه. يا ترى إن لم نكن نستطيع أن نشكل البديل الأفضل، ألا يجدر بنا أن نتوحد لنكون أهلا لخلق البديل الأفضل، بدلا من أن نحزم جميعا أمتعتنا لنشد الرحال إلى قصر النظام ونركع أمامه. المطلوب إذن هو السعي لصنع قوة التغيير الحقيقية، لا التفكير في شطبها من الوجود ورفض النظام بحطامها وبقايا طاقاتها المشتركة. كما لا يجهله الكثيرون إن الهكدف لم يعد قادرا على تحقيق أي قدر من رغبات ومطالب الشعب الإريتري، لذا يجب أن نقول كفى لهذا النظام اضطهادا للشعب، لا أن نطالب بالمزيد من جلوسه فوق رقابنا. لا خير نتوقعه ممن يعلن عداءه لنا صباح مساء. شعبنا يدرك ذلك جيدا، كما لم يعد للنظام مكانته السابقة في قلوب الشعب. إن النظام اليوم يعلم تماما أنه لن يفيده أن يقنع الشعب بنهجه بقدر ما يفيد أن يعمل على قمعه وتهديده وتشتيت قواه، وهذا عين ما يفعله الآن. قوى أجنبية غير عليمة بالشؤون الإريترية قد تتساءل ما خطب الشعب الإريتري، ما ينقصه أو ينقص حياته، لكن الشعب الإريتري ليس ممن يسألون مثل هذا السؤال التقليدي غير المدرك للواقع الحالي بالذات. شعب إريتريا بدون مواربة يريد نظام حكم دستوري ديمقراطي مستدام يلبي كافة متطلباته. ما يمارسه النظام اليوم خير شاهد على سوء إدارته البلاد في الماضي والحاضر، وما نراه من ممارساته هذه ليس في مصلحة الشعب بل ضدها تماما. أيضا يحاول النظام الاختباء وراء حجة أن الحال في إريتريا على أقل تقدير أفضل مما يجري حولنا في المنطقة، لكن شعب إريتريا قد وصل منذ وقت مبكر إلى أنه لا يوجد أسوأ من حال إريتريا على يد هذا النظام سواء في الماضي والحاضر. نقول لمن يريد منا النظر إلى من دوننا في السوء، ولماذا لا يحق لنا أن ننظر إلى من هم أفضل منا، أم أننا لا نستحق ذلك؟
وفي الختام نعزي أنفسنا وكل الشعب الإريتري للمآساة بإغراق السفن الذي تزيد كل سنة ورا سنة بإغراق شبابنا في هذا البحر. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل، وأن تستمعوا إلى حلقاتنا عبر اليوتيوب، والمشاركة في صفحاتنا على الفيسبوك. هذا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبري عودنا فويتا قصانا